سلام، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم حضرت لكم حلوه جافه بالزيت، سهله وبزاف بنينه وهشيشه، ودرتها لكم لهنا بنوعين شوكو فاني. ما نطولش عليكم، روحوا قباله لكيفيه التحضير. اول حاجه في غيسيبيون عندي لهنا 2 حبات بيض يكونوا بدرجه حراره الغرفه. نزيد نضيف قرصه تاع الملح، نزيد نضيف مغرفه صغيره لافاني، ونزيد نضيف كاس الا ربع سكر عادي، ونخلطهم مليح بالباتور حتى وين يضاعف الحجم. نزيد نضيف كاس الا ربع زيت، يعني هنايا راح نضيفه بالتدريج، انا نخلط بالباتور ونضيفه بالتدريج كما راكم تشوفوا. نزيد نضيف 2 مغارف صغار مبشور ليمون، و3 مغارف كبار جوز الهند نوت كوكو، و3 مغارف كبار لا مايزينا النشا، ونخلطهم مليح بالباتور. من بعد نجمع لهنا بالفارينه، ونزيد نضيف كيسوا نصف خميره الحلويات، وشنو نخليها طريه كما راكم تشوفوا. نحن نقسمها على 2، نصف الاول نحن نكملوا بالفارينه حيث تكون طريه، ونصف الثاني حنزيد نضيف 2 مغارف كبار كاكاو ماغون كما راكم تشوفوا. من بعد نشكلها كرات صغار وندخلهم الفرن على درجه 180. هم لك بعد ما طابوا ما شاء الله. هذوما الكريات شوكولا راني حرش عليهم رشه خفيفه سكر ناعم سكري غلاس. والشكل الثاني نحدهنه لهنا بالمربى تاع المشماش، ونرمدو في جوز الهند كما راكم تشوفوا. يعني طريقه بزاف سهله. هاوليك بعد ما كملت التزيين، يعني كما شفتوا طريقه بزاف سهله، وشوفوا كيفاش يجيكم بزاف طري. ان شاء الله تكون عجبتكم طريقتي في التقديم. لحقنا لاخر الفيديو، نقول لكم سلام وتهلاو في رواحكم.